السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي في الله. نشرع الآن في تفسير ثمن فليقاتل في سبيل الله من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يعني في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يحث المسلمين على الجهاد في سبيل الله لإعلاء راية الإسلام وبيع الحياة الدنيا بالآخرة، يعني أنهم يفضلون ثواب الآخرة اللي هو الجنة على الحياة الدنيا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله أي يجاهدون في سبيل الله فيقتلون أو يغلبون، يعني ينتصرون، سواء انتصروا ولا تقتلوا، أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤتيهم أجرا عظيما، يعطيهم ثواب كبير عنده في الجنة إن شاء الله تعالى. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يحث أولئك الذين، هناك استفهام توبيخ هنا، وما لكم لا تقاتلون. هنا يوبخ الله سبحانه وتعالى أولئك الذين كان من المسلمين وكان لا مانع لهم من القتال لتخليص المستضعفين، الناس الذين حبسهم الكفار عن الهجرة وكانوا كيحبسوهم باش ما يهاجروش من مكة للمدينة. وهنا كان واحد الصحابي اللي هو ابن العباس رضي الله عنهما كيقول بأن كان هو وماما، كان هو والأم ديالو، كنت أنا وأمي منهم، من هادوك المستضعفين اللي كانوا في مكة الذين يقولون داعين يا ربنا أخرجنا من هذه القرية اللي هي مكة الظالم أهلها بالكفر واجعل لنا من لدنك من عندك وليا يتولى أمورنا. الله سبحانه وتعالى بصح استجب لهم الدعاء ديالهم، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني جعله هو والي واحد صحابي عتاب بن أسيد. وهذا هاد الصحابي كان هو اللي ينصف، يعني كان عادل، كان ينصف مظلومهم من ظالمهم، كان كينصر كان كيسال المظلومين المستضعفين من الرجال والنساء والولدان اللي كانوا ظلموهم الكفار في مكة وآذوهم. ومن بعد يعني من بعد ما استجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء ديال هاد الناس المستضعفين منهم ابن عباس رضي الله عنهما، كي يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. شكون هو الطاغوت هنا؟ هو الشيطان، يعني كيقاتلوا فقاتلوا أولياء الشيطان أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إن كيد الشيطان، أي بالمؤمنين الكيد اللي كيعدوا الشيطان المؤمنين كان ضعيفا، كان واهيا، يعني كان ماشي قوي، لا يعني هذا الكيد الشيطان واهيا لا يقاوم كيد الله، ما غاديش يقدر يقاوم كيد الله بالكافرين. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن قتال الكفار لما طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب أي فرض عليهم القتال إذا فريق منهم يخافون كفار أي عذابهم بالقتل كخشية عذاب الله أو أشد خشية من خشيتهم له، يعني أنهم تخافوا من القتال، أنهم يتقتلوا في الحياة الدنيا
وما كيخافوش من عذاب الله يوم القيامة. من خشيتهم له ونصب أشد على الحال، وجواب لما دل عليه إذا وما بعدها. يعني أي فجاءتهم الخشية وقالوا أي جزعا من الموت ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا، يعني كون غير أخرتينا لواحد الأجل قريب. نبقاو في هاد الدنيا ومتاع الدنيا قليل. متاع الدنيا قليل آيل إلى الفناء، والآخرة إلى الجنة خير لمن اتقى. عقاب الله بترك الموت ولو كنتم في بروج أي حصون مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في حصون مشيدة. وخاكم كنتي في واحد البنايات عالية وشديد، يعني متقنة البناء مرتفعة، فلا تخشوا القتال خوف الموت وإن تصبهم. شكون هما هادو؟ هما اليهود. اليهود إلا صابتهم حسنة تيقولوا هذا يعني إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، من عندك يا محمد، أي بشؤمك. كانوا كي عاتبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا صابتهم شي سيئة ولا صابتهم حسنة يقولوا هذا من عند الله، من الحسنة من عند الله من قبل. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهذا القوم هادو ما كي يعني لا يعرفون بجهلهم من أن السيئة صابتهم هي صابتهم راه من أنفسهم، والحسنة هي صابتهم راه فمن الله. وهنا أنكون تممت هاد الثمن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.